السلام عليكم ورحمة الله. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه النشرة الجوية الخاصة والحصرية على الجزائر. إذن ولله الحمد، هناك بوادر خير وأخبار صارة بإذن الله. أمطار قوية وعاصفية ستدخل إلى البلاد خلال الأسبوع القادم. نسأل الله الثبات لهذه التوقعات والمزيد من الخيرات. أمطار ستكون قوية وستهم جل المناطق الغربية والشمالية، وأمطار حتى المناطق الداخلية الوسطى. ستغير تساقطات مطرية قوية إن شاء الله، وهذا ما سنتطرق إليه خلال آخر النشرة. إذا متابعي الكرام، ما عليكم إلا تتبع الفيديو إلى الآخر وعمل لايك والاشتراك، ونستهل نشرتنا بداية من ليلة اليوم، حيث ارتقب بحول الله أجواء مستقرة على العموم. ليس هنالك أي اضطرابات جوية خلال اليوم الجمعة وكذلك يوم السبت ويوم الأحد. أجواء مستقرة، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة خلال وسط النهار، أجواء مشمسة إن شاء الله طيلة نهاية هذا الأسبوع وكذلك بداية الأسبوع القادم. لكن ستبدأ اضطرابات جوية قوية بداية من مساء يوم الجمعة. متابعي الكرام، سيدخل منخفض قوي من أقصى الشمال الغربي. أمطار ستكون قوية إن شاء الله بداية من ظهيرة يوم السبت على جل الولايات الشمال الغربي، على ولاية وهران وبلول وسيدي بلعباس وراس الماء والمشرية والقصدير وأفلو وجل هذه المناطق الظاهرة أمامكم باللون الأزرق. متابعي الكرام، نسأل الله الثبات لهذه الخيرات. أمطار مهمة وجد معتبرة، بالأخص أننا في شهر مارس، شهر نمو الحبوب. نسأل الله الثبات والمزيد من الخيرات. المتابعين الكرام، نشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك، وشكرا لكم.